الخوف. طب هو مين فينا مش بيخاف؟ كلنا بنخاف، صح؟ لكن السؤال الأهم، احنا بنخاف من ايه؟ وليه بيحصل لنا ده؟ وهل خوفنا ده مفيد ولا ممكن يكون معيق لينا؟ ولو بيأذينا، ازاي نقدر نتغلب عليه؟ في حلقتنا النهاردة هنحاول نجاوب على كل الأسئلة دي واحدة واحدة. وجهتنا أعماق الذات الإنسانية، وسيلتنا النقاش البناء الهادف، وغايتنا الوصول لبر السلام النفسي. إيه هو الخوف؟ الخوف طبقاً لسايكولوجي توداي هو استجابة عاطفية ناتجة عن تهديد محسوس، وبيسبب تغيرات في وظائف المخ والأعضاء وكمان في السلوك. بمعنى تاني، الخوف ممكن يدفعنا لتصرفات مختلفة زي الهروب، التجمد في مكاننا، أو حتى تجنب المواجهة تماما، وده اسمه تأثير fight or flight. وأحيانا ممكن يكون الخوف نابع من مواجهة شيء مجهول بالنسبة لنا. طب إيه أبرز أنواع الخوف اللي ممكن نمر بيها؟ حسب موقع سايكولوجي توداي، في مخاوف يومية منتشرة بين الأفراد، ومنها أول حاجة الخوف من الفشل. الخوف ده ممكن يمنعنا من السعي لتحقيق أهدافنا، لأننا بنخاف من العواقب زي الشعور بالخزي أو خيبة الأمل. طب والنتيجة؟ بنتجنب التحديات وبنفضل في منطقة الراحة بدل ما نجرب حاجات جديدة. 2. الخوف من النجاح. أيوة، زي ما سمعتم كده، الخوف من النجاح. في ناس بتخاف من النجاح مش لأنه شيء سيء، لكن لأن النجاح بيجيب معاه مسؤوليات وضغوطات أكبر. مع النجاح التوقعات بتكون أعلى، وده بيخلينا نحس إننا دايما تحت مراقبة، وإن أي فشل ممكن ما يكونش مقبول. تالت حاجة الخوف من التحدث أمام الجمهور. التحدث أمام الجمهور أو البابليك سبيكينج من أكتر المخاوف انتشارا بين الناس. ناس كتير بتفضل الصمت على إنها تواجه الجمهور، وده ممكن يضيع عليها فرص كبيرة لإثبات ذاتها والتقدم في حياتها المهنية والاجتماعية. كمان الخوف من الرفض، سواء كان رفض في مقابلة عمل، تقديم لمنحة دراسية، أو حتى في العلاقات الشخصية. الرفض بيكون مؤلم، وعشان نتجنبه ممكن نفضل مكاننا وما ناخدش أي خطوة جديدة خوفا بس من سماع كلمة لأ. وكنا اتكلمنا عن الرفض وقول كلمة لأ في الحلقة اللي فاتت، ولو لسه ما شفتهاش هسيب لك اللينك في الديسكريبشن. خامس حاجة الخوف من اتخاذ القرارات الخاطئة. كتير مننا بيكون عنده قلق إنه ياخد قرار غلط يأثر على مستقبله، وده بيخلينا نبالغ في التفكير ونأجل قراراتنا لفترات طويلة. كمان الخوف من آراء الآخرين، الخوف من نظرة الناس لينا ولحياتنا وتصرفاتنا ممكن يكون عائق كبير في حياتنا وفي طريق سعينا لتحقيق ذاتنا. كمان الخوف من المسؤولية. أيوة، الخوف من المسؤولية. في ناس بتفضل تبتعد عن أي مسؤوليات وتختار طريق حياة أقل ضغط عشان ما تتحملش أي مسؤوليات كبيرة، وده بيأثر طبعا على استقلاليتهم وحياتهم العملية وبتخليهم أكتر اعتمادية. كمان نوع مهم جدا هو الخوف من فقدان الفرص، وده اسمه فومو أو Fear of Missing Out. الشعور إننا ممكن نفقد فرصة معينة حتى لو مكانتش ضرورية لينا، ده بيخلينا ناخد قرارات متسرعة وبدون تفكير منطقي لمجرد إننا خايفين نخسر حاجة. طيب إزاي نقدر نتغلب على مخاوفنا؟ الحقيقة إن الخوف مش دايما بيكون سلبي، أوقات بيكون مفيد لأنه بيخلينا ناخد احتياطاتنا أو نصحح أخطائنا. لكن لو الخوف بقى معيق لينا لازم نواجهه، وده ممكن يحصل من خلال خطوات بسيطة. أول حاجة، راقب خوفك وحدد سببه. حاول تعرف إيه اللي بيخوفك بالظبط وإزاي بتشعر بيه، وأي جزء من جسمك بيتأثر بالخوف ده.
فهمك للمشاعر اللي بتحس بيها هيساعدك تتعامل معاها بشكل أفضل وبشكل صحي. تاني حاجة، ركز على الحقائق مش الأوهام. العقل بطبيعته بيخلق سيناريوهات سلبية وافتراضية لكل موقف سواء جديد أو غير جديد. حاول تبتعد عن التهويل وخليك واقعي في تحليل الأمور. واجه مخاوفك بدل من إنك تهرب منها. أكبر خطأ ممكن تعمله هو إنك تتجنب مواجهة خوفك، لأن ده هيزوده. جرب تاخد خطوات صغيرة تجاه الحاجة اللي بتخاف منها، هتكتشف إنها مش بالصعوبة اللي كنت متخيلها، بالعكس هتلاقيها سهلة وإنت اللي كنت مكبرها في دماغك. كمان مارس تمارين التنفس العميق. لو حسيت بتوتر شديد خد نفس عميق وكرر التمرين ده كذا مرة. ده هيساعدك تهدى وتقلل من مخاوفك ويقلل التوتر بشكل لحظي. كمان دعم نفسك بكلام إيجابي. اتكلم مع نفسك بطريقة مشجعة آمنة، وآمن بقدراتك، وافتكر كل النجاحات اللي حققتها قبل كده حتى لو كانت صغيرة، وكن رحيم بنفسك. الخوف مش حاجة سهلة لكنه جزء طبيعي من الحياة. ما تضغطش على نفسك بزيادة وشجعها زي ما انت كنت هتشجع شخص غالي عليك. وأخيرا افتكر ان اغلب مخاوفنا بتكون مجرد اوهام ومش حقيقية بنفس الدرجة اللي كنا متخيلينها. اسأل نفسك انا ليه خايف، ولو واجهت خوفي ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل، وهل فعلا تستحق كل الخوف ده والقلق ده. الإجابة على الأسئلة دي هتساعدك تتغلب على مخاوفك واحدة واحدة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. مستنية تعليقاتكم واستفساراتكم، وقولولي تحبوا نتكلم في ايه الحلقات اللي جاية. كنت معاكم أنا آية السيد من برنامجكم رحلة سلام. مع السلامة.